السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استفادة عامة مع فيديو جديد وإفادة جديدة ومعلومة جديدة. قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم كل معلومة وكل إفادة جديدة، ودعمونا بواحد لايك للفيديو باش المعلومة توصل لواحد القدر كبير ديال الناس. نبداو على بركة الله. أحرز المغرب لقب كأس إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عام لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 4-2 على مالي بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب البشير بالمحمدية، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. واتسمت المباراة بالحذر في أغلب فتراتها، وشهدت الدقيقة 23 إلغاء هدف للمنتخب المالي سجله اللاعب سميلة فاني بعد العودة لتقنيات الفيديو، وذلك بداعي وجود لمسة يد. وحاول المغرب الرد وسدد زياد باها كرة قوية بعد تمريرة من عبد الله وزان، لكن الحارس المالي أبعد الكرة إلى ركنية. وفي الشوط الثاني كادت مالي أن تتقدم في الدقيقة 48 بعد مجهود فردي وتسديدة خطيرة، لكن الحارس شعيب بالعروش تصدى كالعادة للكرة بصعوبة، وأهدر أحمد موهوب واحدة من أبرز الفرص للمنتخب المغربي في الدقيقة 57 بعد تسديدة كرة منخفضة مرت بجوار القائم عقب سلسلة من تمريرات من الجهة اليسرى. واستمرت محاولة الطرفين دون أن تصفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت التفوق لمنتخب المغرب ليتوج باللقب على أرضه ووسط حضور جماهيري كبير. وكان الحارس المغربي شعيب بالعروش بطل هذه المباراة والتتويج باللقب بعد تصديه لركلته جزاء، فيما نجح لاعب أسود الأطلس بتسجيل ركلاتهم الترجيحية، وكانت السيطرة مغربية، فيما كان المغربي شعيب بالعروش أفضل حارس في البطولة بعد التصديين الرائعين الذي قام بهما وإهداء منتخب بلاده لقب إفريقيا للناشئين لأقل من 17 سنة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد وكل معلومة جديدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.